واش معقول مونديال 2026 اللي كان خاص يكون عرس كروي عالمي يتحول لكارثة تنظيمية قبل ما يبدا؟ واش معقول جماهير كاملة ومن بينها الجمهور المغربي تلقى راسها مهددة بالمنع من الحضور غير بسبب التأشيرة؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الملف خطير كيتعلق بقرارات أمريكية جديدة وشنو ممكن دير مستقبل كأس العالم 2026 وحضور الجماهير المغربية في مدرجات المونديال. خليكم معنا للأخير حيت التفاصيل صادمة. مونديال 2026 غادي يتنظم لأول مرة في التاريخ في ثلاثة ديال الدول اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. ولكن دابا وقبل غير حوالي 5 شهور من انطلاق المنافسة بدات كتطلع مخاوف كبيرة، خصوصا من الولايات المتحدة اللي هي البلد الرئيسي المنظم. هاد المخاوف ماشي جاية من الملاعب ولا من البنية التحتية، ولكن من قرارات سياسية وإدارية مرتبطة مباشرة بالتأشيرة. وزارة الخارجية الأمريكية خرجت بقرارات جديدة شدت فيها قيود التأشيرات، وهاد القيود همت مواطني 75 دولة من بينها المغرب الجزائر وتونس وحتى دول إفريقية أخرى متأهلة للمونديال. السلطات الأمريكية قالت أن هاد الإجراءات كتهم تأشيرات الهجرة وماشي السياحة القصيرة، ولكن الواقع كيبان مختلف تماما، بحيث حتى اللي باغي يمشي غير يشجع منتخب بلادو ويرجع ولا كيواجه عراقيل كبيرة. صحيفة لو باريزيان الفرنسية دارت واحد المقال ناري بعنوان هل يتحول مونديال الولايات المتحدة إلى كارثة؟ الصحيفة كشفت بأن النظام الجديد كيفرض على مشجعي المغرب والجزائر والسنغال وكوت ديفوار أداء كفالة مالية باش يحصلوا على تأشيرة سياحية. وشحال في نظركم؟ بين 5000 حتى ل 15000 دولار أمريكي، يعني ما بين 50,000 درهم مغربية و 150,000 درهم مغربية اللي هي 15 مليون. هاد المبلغ كتعتبره واشنطن ضمانة عودة، يعني باش يتأكدوا أن المشجع غادي يرجع لبلادو وما يبقاش بطريقة غير قانونية في أمريكا. ولكن السؤال المطروح، واش معقول تشجيع فريقك الوطني يولي امتياز الأغنياء فقط؟ الجمهور المغربي معروف عالميا بالحماس، بالتنقل وبالحضور القوي في كل البطولات الرسمية، بحيث شفنا هادشي في روسيا، قطر، إفريقيا وأوروبا. ولكن دابا بهاد الشروط بزاف ديال الجماهير المغربية غادي تلقى راسها مقصية، ماشي حيت ما باغياش تمشي، ولكن حيت ما قادراش تخلص هاد المبالغ الخيالية، وهذا كيعني مدرجات ناقصة وأجواء أقل. مونديال بلا روح إفريقية حقيقية. اليوم ماشي غير التأشيرات اللي دايرة القلق، كاين حتى مناخ اجتماعي متوتر داخل الولايات المتحدة، وتقارير على تجاوزات عناصر الشرطة اللي مكلفة بالهجرة. هادشي خلى بزاف ديال الناس يحسوا بعدم الأمان، خصوصا الزوار القادمين من دول إفريقية وعربية. من هنا بدات كتطلع دعوات عالمية للمقاطعة، بحيث حتى دبلوماسيين ومؤشرين عالميين قالوا بأنهم تراجعوا على طلب التذاكر بسبب ما سموه تسييس الرياضة. الفيفا من جهتها حاولت تهدئ الوضع وقالت أن الطلب على التذاكر تجاوز 500 مليون طلب، وهو رقم قياسي في التاريخ. ولكن السؤال هو واش الطلب الرقمي كيعوض الغياب الحقيقي للجماهير في الملاعب؟ شنو قيمة مونديال بلا جماهير مغربية، إفريقية وأمريكية وجنوبية اللي كتعطي البطولة النكهة ديالها الخاصة؟ التشدد في التأشيرات وفرض ضمانات مالية تعجيزية ممكن يضرب صورة كأس العالم كحدث عالمي. اليوم مونديال 2026 واقف قدام مفترق طرق، إما يكون عرس كروي حقيقي أو يتحول لمونديال بلا روح، بلا تنوع وبلا جماهير. السؤال اللي خصنا نطرحه، واش الرياضة خاصها تبقى رهينة للسياسة؟ واش من حق المشجع المغربي يتقصى فقط حيت جواز سفره مغربي؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليقات. واش كتشوفوا هاد القرارات معقولة ولا فعلا مونديال 2026 مهدد يفشل تنظيميا؟ السلام عليكم.